أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ريكا دين مبين حديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين 311 نویسکار امام النووي ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب قره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برن عزیز در سمایش بریاوه دا ام گهابی سر بحث که نو چیه بحثا ما ده بیجه باب النهی عن تناج اثنین دون ثالثی ام بیجی سه مروف النک هف بن ده دول نوف خدا و خفی بشتغلن نوف خدا بشتغلن یه سسا بهلن درها یعنی یه سسا بهلنش در و ترکوی بکن و هر کده نوف خدا بشتغلن او دوده حاضر يعني پیغمبر خود من آمکیش و خودش من آمکیش و قال الله تعالى رب العالمين جل جلاله لي قلت آية القرآن إنما النجوى من الشيطان يعني كروبس يعني ولی من ناف خدا پس بکه و هو ولی ما یه سلو ده سکنی اف شیطانه اف يعني عمل الشيطانه ایش الشيطانه نه ایش انسان صالحه ما آیت قرآن خواند ام هاتن حدیث پیغمبر خدا علیه السلام حدیث 1600 وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله كره عمر هات نقل كرن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر خدا هولی گوت اذا كانوا ثلاثه وقتكو سه مروف هبن سه مروف بنا فلا يتناجى اثنان دون ثالثي بلا دون نقب خدا نشتغلن يكي نهلن وعرده يكي نهلن بتنه چونكو يبجي قي در حق مدد اشتغل يبجي قي على هي مدد اشتغلن يبجي قي الحق مدد اشتغلن جوي قصه سبن دوت دون نفخدو نشتغل اما چوربن خم ناكه متفق عليه اف حديث بخاري مسلم هر کو نقل كده ورواه ابو داود وزاده ابو داود جف حديث نقل كده لبل اف علاوه هجي براحات ده قال ابو صالح قلت قلت لابن عمر مش ابن عمر برسي فأربعة قالوا چوربن جي خم هيا يعني چور مروف هبن بدون نقب خدا كرو پس بگنه پس يعني بهدرا خفي بشتغلن يعني خفي بشتغلن قالوا افجي قلناها قال لا يضرك قال ابن عمر قال ضرر نادتا خموه ناكم رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار اب حديثه مالك جي موطأ كتاب اخر موطأ ده نقل كرياش عبد الله كره دينار قال كنت انا وابن عمر عند دار خالد بن عقبه بجا عبد الله كره دينار بجا ازو ابن عمر نيك خانيه خالد كره عقبه بي امنيك خانيه مولا خالد كره عقبه بي التي في السوق او خانيه بيكو سوكه فجاء رجل يريد ان يناجيه زلامك هات و وی را بشتغله ابن عمر را بشتغله يعني زلامك هات دقنا ابن عمر را بشتغله خفي وليس مع ابن عمر احد غيري وجا ازو ابن عمر تنبي شغيني ما تكس نك ابن عمر تنبي فدعا ابن عمر رجلا اخر ابن عمر بانكر زلامك نزيك ودو بانكر ورهره حتى كنا اربعه ام بي چور يعني ازو ابن عمر ويك دجي هات و ابي وجه هاتي دقنا ابن عمر را بشتغله ام بي چور فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا وجا قوت ما وقوت وي زلامه بانكريه ابيكو سسه هاتي جمع قوت ما استأخرا شيئا خبش که خواهی وابدن خبش که شون وابدن اما دشتی بشتغلی فإني سمعت رسول الله يقول مش پیغمبر خود سحك هولي دقاتا لا يتناجى اثنان دون واحدا بلا دون خدا نشتغلن يكي نهلن تنه دون قبا خدا بلا کرو پس نکن خفی نشتغلن يكي نهلن تنه بسر اخوان چونکو او بيجي قيكو نحصام ديكن در حق مداد اشتغلن بله حديث 1601 وعن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود هات نقل كرن خدج راضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي پیغمبر خدا قلت اذا كنتم ثلاثه وقت که هون سه مروف بي هون سه شخص بي فلا يتناجى اثنان دون الاخر
بلا دو نقب خدا نشتغلن ويكي نهلن بتنه حتى تختلطوا بالناس حتى هنتك الانسان ببيق بين سدور ها بقلبالخ هنگه هون كوري هر دو خبدي اولكه اشخرا خفي بشتغلي من اجل ان ذلك يحزنه چمكو اوي محزون بك اوي افتشتها يدلوي بشكنه بشقي كو چش متخافي جن دل عليه مدد اشتغلن يوي محزون بك دل شكاستي بك متفق عليه اف حديثها بخاري ومسلم هر کو نقل کرنا جهدان الكتاب خدا ام هاتي سر بحث ده باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي او زائد على قدر الاداب بحثا قدغبونا منع يعني ايشاندنا عبدك مو بإيشينه مو دينته عبد يعني كولك ودابتي يونجي حيوانك مو دينته والمرأة حاشا دين الجنوخة مروف دين الجنوخة يعني بإيشينه والولد دين زاروك أخوة كره أخوة كاتش أخوة بغير سبب شرعي بسبب شرعي بسبب ديني أو زائد على قدر الأدب يونجي مقدار أدب زيادتر مثلا أمشي كوريوي هيا أمشي بدقو هوي يونجي مثلا هولي خفيف أمشي دينا رويوي خفيف يعني ولي تشكي أو ذبكة يعني جبو تربيوي جبو أدبوي أف خمنوكة ببلش غيني وي جبو يعني زيادتر جبو تربيوي وجبلي سببك شرعي سببك ديني دينا عبدك دينا حيوانك دينا زاروكك دينا جنك اف قدغيا پیغمبر خود من رب العالمين و پیغمبر وی من عمكر نجفا شو آية القرآن دست بدك إمام نووي قال الله تعالى رب العالمين جل جلاله لقد وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا يعني قنجل ديوبا خبكن وبذي القربى أقرباء خبكن واليتامى يتيم بكن والمساكين المسكين فقير بكن والجار ذي القربى الجيران أقرباء جيران أقرباء هوا يعني جيران مولا و نزيك مولا هوا والجار الجنوب جيران نا أقرباء هوا يعني مولا وش مولا هوا دور بشكو كدور نسبة مولا هوا دور والصاحب بالجنب قنجل ويكاسكو نزيك در رودنه مثلا بيجي دايره دا اونجي طلبي سر ماستا رودنه وابن السبيل قنجل روانگياجي بكن يعني مسافراجي بكن وما ملكت ايمانكم قنجل عبدن خبكن كولا خبكن وي زمان الحمد لله زمان كولانينه عبد الكولا خبك شي قنجل كولا خاجي بكن ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا بگمان خدا حشو کسنکو يعني چت مختال يعني حش خادكن كبروا هيا فخورا افتخار خادكن خوان نوف ددن وبكبرن كبروا هيا يعني خوان مازن ددرن خوان مازن دبينن وافتخار خادكن بگمان خدا حشو ناك حشو کسن ولي ناك ام گهای حدیثا 1602 وعن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر هات نقل كده خودش يباوي راضي به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبجه پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام هو لقات عذبت امراه في هره جبو كتك جبو كتك که جنك خدا عذاب دا جنك يعني شبو كتك بو كتك چه کربی چش کتکه کربی حبستها حتی ماتت یعنی حبس کربی و یخص به اوده که دا در که دا حتی او کتن بری و جا خودش بو کتکه او جنه دا عذاب او جهنم دا فدخلت فيها النار او جنك بو کتکه خوده او جهنم دا کد چو جهنمه لا هي اطعمتها و سقتها نه خورن دا کتکه ولی وقتی که حبس کری نه اوف دایه و ایف حبستها وجا وقتی که حبس کری ولا هي ترکتها تأکلو فی خشاش من خشاش الارض نجی بردا دقنا او خب چه ده به خب بچره
رزق خوا بجوینه نخورن و خورن دوه نخورن و اف دوه نجی از نوه دو بچه تشکی بخوا و نمره حتی مر خود آلا او جنش بوی که دو عذاب اوید آگره جهنمه دا متفق عليه اف حديث بخاري ومسلم هرتكو نقل كرنا حديث 1603 وعنه ديسو ابن عمر هوتا نقل كرن انه مر بفتيان من قريش بر چند لویک قریشی را در باز بی چند لویک قریشی را اهل مکه را در باز بی عبدالله کره بله که ابن عمر عبدالله کره عمر بر چند لویک اهل مکه را قریشی را در باز بی قد نصبوا طیرا و هم یرمونه بجا چوکه طیرکک ودابی و که ارمانجه ودابین دانبین پیشا خواه شخوا پشک دور و هم یرمونه بجا تیر خواه تیر طاوتانه یعنی آتش لد گران وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم بجا چقا یکی لی ندا بجا پرد دان خواه طیر که پرد دان خواه طیر که هچی لی ندا فلما رأوا ابن عمر واتكو ابن عمر ديتن وليد نريك ابن عمر شوفات ديتن تفرقوا بلاف بين فقال ابن عمر هو قال من فعل هذا لعن الله من فعل هذا كي أفكريا اف ایشه که اف طایرگاه دنیا بده وجا دیرا تافجنه کرنش خورا ارمانج خوده لعنت خالوی بینه اوی که اف ایش کری این رسول الله لعن پیغمبر خود لعنت آنیا که من اتخذ شیئا فیه الروح غرضا کسی که تشتک زی روح تشتک روح تداهی جان تداهی بکه هدف بکه ارمانج و وجا دیرا بافجده آن بجه تفکر بافجده پیغمبر خوده لعنت لوی آنیا گوته لعنت خود لوی به او کسی که تشتک زیر روح شخورا بکه ارمانج و آتش لی بکه متفق علیه اف حدیثها بخاری و مسلم هر دو نقل کرده حديث 1604 وعن أنس رضي الله عنه قال أنس هو تنقلتنا خد جرازبه قلت نهى رسول الله أن تصبر البهائم پیغمبر خود منع کرد أن تصبر البهائم يعني حيوان أزياد بين كشتن حيوان أزياد بين كشتن يعني اشکنجه بدنه حتی بکشتن پیغمبر خود من شوی کریا بله رواه مسلم اف حديث امام مسلم نقل كيا حديث 1605 وعن ابي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه ابو علي سويد كره مقرن هو تنقل كده خود جرازبه قال قلت لقد رايتني سابع سبعه من بني مقرن از یکش هفتابی ام هفت یعنی شش بین از یه هفتابیم بنی مقرنا بنی مقرن كره مقرن بوه ما لنا خادم الا واحدتون خدمتچی که مهبی جن یعنی کوله جاریه که مهبی یک تنه لطمها از خرونه وجا بچو که ما ام هفت برابی ام هفت خوب برابی بچو که ما زلی دانیه یعنی زلی دانی و جاریه و خدمتچیه فامرنا رسول الله ان نعتقها پیغمبر خود امر مکر گو ای زارو که مقرن و جنکه و جاریه آزاد بکن یعنی و آزاد بکن و بلا بچه چون که هوا گناه گل مازن کرد و فی روایت سابع اخوة لی از ام هفت برابی از یه هفتابی روایت دو هلی تبوتن بله اف حدیثه که نقل کریا مسلم نقل کریا خود جرازی به مسلم جهدویل کتاب خدا حديث 1606 وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أبو مسعود البدري هو تناقل كرن خد جرازي بقوتيا كنت أضرب غلاما لي بالصوت كوليك مهبي عبدك مهبي مب قامتشي يعني بشفك دوتونيوي فسمعت صوتا من خلفي من دنگي سحكر شون مبا دنگي شون مبا هات هوري دقاتا يعلم أبو مسعود بزن بأبو مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب يعني هو قاس عن الربين ما أو دانك فهم ناكر من الزود بيجيشه
فلما دنا مني وتكون نزيكي مبي او خوي ويدان نزيكي مبي اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من ري پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام فاذا هو يقول من ري هوليش مراد بيجا يعلم ابو مسعود يعلم ابو مسعود بزن بابو مسعود شخرا بس بحي بزن بابو مسعود قال فالقيت الصوت من يدي قام او قامچي او شفيك دست خو اوفيد فقال پیغمبر خدا هولی گفت ما اعلم ابو مسعود بزن به ابو مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام بزن به ابو مسعود قوات خدا شیاتا بهتر التد بره یعنی چو قوات تلوی عبدت بره وی خلامتت بره خدا بهتر قوات التد بره یعنی خدا یعنی تو کاریوی خدا جیت کارته تو کاربی خدا جیت کارته يعني دتيني خداجي ويلترانو هلا يوي جزايا بدتا فقلت مقول لا أضرب مملوكا بعده أبدا قوم مقول بشتي في روجي از ادي دينونم تبي عبدا از دينونم تبي مملوك عبدا كولا وفي رواية قرى الرواية ده فسقط من يد الصوت من هيبته هيبته پیغمبر خدا ولا هيبته خوفوي أو شفق أو أمجي قامچي جدست مدركات جدست مكات وفي رواية قرى روايتك ده فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله قم يا رسول خدا أوجب وجه خدا حرة ما هو آزاد كريا فقال پیغمبر خدا لي قال أما لو لم تفعل والله أجر تأو نكر بيا أجر تأو آزاد نكر بيا للفحت كالنار آجرت شوطان بياي يعني جهنم أو لمست كالنار يانجي آجر بتكت بيا يعني آجر يعني جهابياتا أو تكتب شو جهنمه رواه مسلم بهذه الروايات اف حديث امام مسلم اف رواية حمي نقل كنا جهدان الكتاب خدا خوش برن عزيز بلا وده بسکنه حتی درس کامل آده بمین خیر و خوشیه دام